السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اول حاجه تنشكركم بزاف على 100 كا في اليوتيوب، وبغيت نبارطاجي معكم الدرع الفض اللي وصلني. ما درتش عليه فيديو، ما حطيته، ما درت ستوري، ما والو، ولكن بغيت نشكركم بزاف قبل ما نبدا لا فيديو ديالي اليوم. لا فيديو اللي بغيت ننزل لكم وهو بغيت نهضر لكم على ليكرون اس دين سبوت. بالنسبه للواقي الشمسي اس دين سبوت من احسن لي غام اللي تقدروا تختاروا لي زيكرون ديالكم. بالنسبه لاس دين سبوت، اس دين سبوت راه اس دين راه فيها تتعرفوا كاينه الاس دين اكتيف، الاس دين اكتيف، وكاينه اس دين سبوت. اول حاجه بغيت نهضر لكم على هاد اس دين سبوت، عاد ندوز لكم للاس دين اكتيف. اس دين سبوت شكون الناس اللي تيستعملوها؟ تستعملوها السيدات. بالنسبه لهذه اول حاجه راها في الويد، تتمشي لنا لجميع انواع البشره، كذلك البشره الدهنيه، كذلك البشره الدهنيه اللي تيكون فيها الحبوب، راه ما تتسدش المسام وما تتسببش الحبوب نهائيا. هنا هاد سبوت بريفونسيون بريفونت. اشنو تعني لنا هذه؟ انها تتشوفوا هنايا لوجه فيه التسبغات. اشنو تعني هادشي؟ ماشي هاد التسبغات غادي تحيد لكم التسبغات، لا، ولكن اشنو تتعني هذه؟ اول حاجه بعدا فيها لاسيد ديال الغونيك. ملي تنعرفوا شي حاجه فيها لاسيد ديال الغونيك كتيقوم لنا بالترطيب ديال البشره. ملي تديروها تترطب لنا البشره وتتعمل واحد العامل انها تصلح لنا حتى التجاعيد ديال الوجه. قبل ما ننسى هذه النقطه هذه، ثاني حاجه سبوت اشنو تتعني؟ تتعني انها تتحمينا من التسبغات اللي تيجيونا، سواء كانوا التسبغات كيف ما كانوا. كاينين السيدات اللي تيجيوهم تسبغات من التعرض للشمس، كاينين السيدات اللي تيجيوهم تسبغات يعني تنعرفوا الميلانين الا تفرز عندنا بكثره تيولي عندنا داك المشكل ديال التسبغات. تنعرفوا ان السيدات، كاينين السيدات اللي تياخذوا لي بيلول او لا تياخذوا ادويه تتسبب لهم في التسبغات. هنا منين تديروا واحد الواقي اللي الوجه ديالكم يعني تيعمل على الابطاء ديال هذاك الميلانين، يعني تيحد لنا دوك التسبغات ما تيخليهمش يجيو، وهذا هو الدور ديال اس دين سبوت. كذلك انه دي بيغمونت لابو، تيصلح لنا البشره، تيفتح لنا اللون ديالها. بالنسبه للثاني اللي غادي ندوز لكم ليه اللي هو اسدين اكتيف. اسدين اكتيف شكون تيستعملوه السيدات اللي عندهم لي طاش. هذا اللي تشوفوا معايا في الصوره انا ما موفرش عندي باش نوريه لكم، ولكن غادي نحط لكم لا فوتو ديالو باش توضح لكم. كان عندك لي طاش في الوجه ديالك، كان عندك كلف في الوجه ديالك، او لا كنتي كان عندك لي طاش في الوجه ديالك، او لا كان عندك النمش في الوجه ديالك، تستعملي اسدين اكتيف. انه تيحمي لك البشره ديالك داك لي طاش ما تيتغلقوش، وانه تيقوم بالتفتيح ديال دوك لي طاش. يعني السيدات اللي ما عندهمش لي طاش يستعملوا اسدين سبوت، والسيدات اللي عندهم لي طاش يستعملوا اسدين اكتيف. هذا هو الفرق بيناتهم. وهاد اسدين سبوت راه تيقوم لنا بالتفتيح ديال اللون ديال البشره، يعني اكليرسيسون لابو. اسدين اكتيف انه تيحد لنا دوك التسبغات، ما تيخليهمش يزيدوا لنا مع الشمس، حتى نعرفوا الكلف او البقع او الاطراف ديال الحبوب الا خرجنا بهم للشمس راه اللون ديالهم تيتقلق. وداك ليكرون ديال الاسدين اكتيف الا درناه ما تيخليش لنا اللون تاعهم تيتغلق، ولكن بالعكس تيفتح لنا اللون ديالهم. ماشي نقول لكم تيحيدهم لكم، لا، ولكن تيفتح اللون ديالهم. بالنسبه نرجع لهاد الاسدين سبوت، انه تيتادابط لنا كذلك السيدات الحوامل. سيده حامله وبغيتي اكرون ديال اسدين اللي يجي لك مع لابو ديالك، خدي هاد سبوت هذا، انه تيحميك من الكلف ديال الحماله، ما تيخليش الكلف ديال الحماله يجيك. يعني حاولت انني نشرح لكم الفرق بيناتهم بجوج باش تعرفوهم. بالنسبه لهاد اسدين سبوت راه فيه انفيزيبل فقط، فيه انفيزيبل فقط. ملي تديروا على البشره ديالكم دغيا تيدخل لكم في البشره. الرجال كذلك يمكن لهم يستعملوه، راه دغيا تيدخل في البشره. كاينين الدراري او الرجال اللي تيكونوا تيخدموا في الشمس وتيكونوا فيهم بقع في الوجه ديالهم، تختاروا اسدين. منين تديروه في الوجه ديالكم راه ما تيبقاش تتبع لكم ديك البقعه بيضاء تاع ليكرون، بحال الا ما دايرينوش نهائيا. يعني تيمشي للسيدات وللرجال كذلك، ما تيبقاش مقبص لكم في الوجه ديالكم. وهذا النوع ديال لي زيكرون اللي تيكونوا في الويد دغيا تيدخلوا في البشره هما اللي تنعطي انا للرجال باش ما تيبقاش بين لهم مع اللحيه ومع هذا ما تيبقاش بين لهم في الوجه ديالهم. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للاسدين سبوت، فيه انفيزيبل فقط.
ولكن اسدين اكتيف اللي غادي تعاود تاني تشوفوا معايا في الصوره راه فيه تانتي وفيه الانفيزيبل، فيه اللي فيه اللون على شكل فون دو تان، وفيه اللي ما فيهش اللون على شكل اللي ما فيهش اللون اللي ما تيبانش لنا في البشره. بالنسبه للثمن ديالهم، الثمن انا تنقول لكم الثمن اعفوني منه. علاش؟ حيت انا هاد لا فيديو حطيته دابا هاد الوقت بتجوز واحد العام ولا عامين عاد بتشوفوا شي سيده والادمينات اللي تبدلوا. راني قلت دابا هاد الثمن واحد العام ولا عامين بيكون الثمن تبدل، بتقول لي لا ماشي هاد الثمن ماشي هذا. عفوني من الثمن، تنعطيكم المعلومه. سيروا نتوما لي بارافارماسي ديالكم اولا لي فارماسي ديالكم وسولوا على الثمن. بالنسبه لاسدين سبوت راه ناقص الثمن على الاكتيف. الاكتيف داير تقريبا قريب ل 300 درهم، هذا ما بين 260 درهم حتى ل 280 درهم، هذا هو البري ديالو. ولا كام اسدين راه معروفه ومعروفه بزاف، تنصحوا بها اطباء الجلد ومنين تديروها يعني واقي لي انه تتحسوا به تيحمي لكم البشره ديالكم مزيان. الواقي الشمسي البنات راه تيطبق لنا قبل ما تخرجوا للشمس ب 30 دقيقه، تستعملوا الواقي الشمسي ديالكم وتتعاود كل 2 ديال الساعات، وتنستعملوا 2 ديال الاصابع من الواقي الشمسي. يعني تنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. كان عندكم اي تساؤل خليوه لي في التعاليق. كنتو ودابا يعني جاي فصل الصيف غادي نحاول نركز لكم اكثر على لي زيكرون. كنتمنى ان يعني المعلومه بانت لكم ما بين اسدين اكتيف واسدين سبورت. اسدين اكتيف قلت لكم تيديروه الناس اللي عندهم لي طاش باش دوك لي طاش يتحدوا لهم يفتح لهم اللون ديالهم. اسدين سبورت تيديروه الناس اللي ما عندهمش لي طاش باش ما يجيوهمش لي طاش، تيديروه السيدات الحوامل. اسدين راه يديروه الرجال والعيالات كذلك يعني. وكاين داك الاخر المينيرال والفلويد وهذاك، هذوك هي العاديين اللي ما متعلقينش لنا بلي طاش. انا تنهضر لكم على اللي متعلقين بلي طاش ديال الوجه ديالكم. دونك نتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا كان عندكم شي تساؤل خليوه ليا في التعاليق، وغادي نحاول هاد الايام هاد لي فيديو اللي بيجيوني من هنا لقدام غادي نركز لكم على لي زيكرون اكثر، على الواقي الشمسي اكثر. ونقول لكم واحد الحاجه السيدات كذلك، راه الا كنتو في ديوركم ما خارجاش داخله الكوزينه ديالك طيبي ديك الحراره ديال المطبخ، راه خصك ديري الواقي الشمسي باش تحمي الوجه ديالك من ديك الحراره والسخونيه ديال المطبخ اولا ديال الفران. راه حتى هي تترجع الوجه بالكحوليه، وخاصه السيدات اللي عندهم البقع في الوجه ديالهم ضروري انكم تستعملوا الواقي الشمسي واخا كنتو جالسين في الدار. يعني نتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله غادي نرجع لكم فيديو اخر ومعلومات اخرين وخليوا لي التعليق راه تنتلب اشنو نحط لكم في لي فيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.